احسن رد ممكن تسمعه على حسام حسن طلع امبارح من شيكابالا. شوفوا شيكابالا رد على حسام حسن بعد خروجنا من افريقيا واتهام المغرب والتنظيم وكل العك ده. شوفوا قال ايه. كان نفسي كابتن حسام يتكلم على الكوره بدل ما نطلع نتكلم على المغرب وعلى التنظيم وعلى الاوتيل وعلى ده. مش هو ده اللي خسرك. كان نفسي نتكلم كوره. انت ما اتكلمتش كوره يا كابتن حسام. انت قلت حاجات بتحصل، اللي انا سافرت. طب ما انت كوت ديفوار سافرت وجات لعبتك، ما حدش فيهم قال حاجه بعد الماتش. اتكلم كوره، انت كسبت كوره، كل الناس اشادت بيك اللي انت كسبت في الملعب. بس احنا في الملعب يا ابراهيم عندنا مشاكل كبيره جدا، كان نفسي نتكلم فيها بدل ما نقعد نتكلم على المغرب. المغرب عملت بطوله كويسه جدا يا ابراهيم، التنظيم كويس، الملاعب كويسه، الاستادات كويسه، كل الكلام ده كويس. كان نفسي نتكلم كوره اكتر ما نتكلم في المشاكل. بس احنا مش هنتجر لكلام قاله كابتن حسام حسن على اي حد. والنهارده يمكن في مستجدات، ما اعرفش انت تابعت ولا لا، كان في مستجدات في المؤتمر الصحفي واسئله اتسالت بشكل معين للكابتن حسام حسن. فحصل انه الصحفيين المصريين اعترضوا على طريقه الاسئله، اعترضوا ايضا كمان على انه الاسئله ديت هم ما كانش عندهم الفرصه ان هم يسالوا نفس الاسئله. ففي مستجدات كتير حصلت في الملف ده، فالملف كبر جدا ووسع، ما بقاش بس تصريحات من الكابتن حسام، انما النهارده في مستجدات تانية. فانا برضو بعرفك عشان تبقى عارف انه في مستجدات اخرى ادت الى كبر حجم الملف نفسه. ايوه، ايه اللي كبره؟ يعني ايه اللي كبر اللي احنا قعدنا نتكلم في حاجات بره الكوره، صح؟ كان نفسي زي ما بقول لك يا ابراهيم ان احنا نتكلم في الكوره. احنا عندنا مشاكل في الكوره كان نفسي نتكلم فيها. انت كابتن حسام، احنا الكوره الوحيده اللي شطناها على الجون في الدقيقه 85.